ايه يا عم ده يا عم؟ صلي على النبي يا عم كده، قول الله اكبر يا عم. صلي على النبي كده، قول الله اكبر كده على الحلويات اللي عندنا. صلي على رسول الله كده يا عم. صلاة النبي مكسبي. الشغل بتاعنا بيتكلم عن نفسه. ده النهارده بقول لك ب3.5، بقول لك عامله عليه عرض ب3000 بدل 5000 جنيه. ادي 3.5 بترابيزته عليها رخامه. اجيب لك رخام ماشي 3.5. فراجل حلاوه بقى اللي بتسمعي فيه بره 12 وبتسمعي فيه 18 وبتسمعي فيه 16 ده جديد ولا مستعمل؟ ده جديد. ده جديد. شيلات متحركه. شيلات متحركه كمان يا جماعه. نجار للمعاينه على خشب، كله نجار للمعاينه. لا لازم. تمام. ده سفنج. والناس اللي عماله تقول مسوس ومش مسوس في التعليقات يا جماعه، واحنا في حد بيبيع حاجه مسوسه يجي يقول هات نجار للمعاينه؟ حد بيضرب ايدك، بيضربك على ايدك. تعالى اشتري بس. وفي حد هيجي يعمل اعلان ويطلع وملايين يشوفوه ويقولوا هيبيع حاجات مضروبه. بالله عليكم طب ما تصور المسوس اللي خدته من عندنا. لا هم مش بيقولوا عليك انت بس، على اي حد بينزل خشب يعني ليك. اكيد دول تجار، مش معقول حد يكون محدش هيعرض شغله ويعرض شغل على النت ويعمل ماركتنج ويبقى حاجته مسوسه او مضروبه. احنا بنقدمه احسن حاجه واجود حاجه باقل سعر. انا كواحده بعمل دعايه او واحده بمثل اي حد هنا في سوق الجمعه وبعمل شغلي للمتابعين، فانا بقول لكم اي حته في اي مكان لازم نجار للمعاينه. هات نجار معاك. يعني انا لو هشتري لازم اجيب معايا حد فاهم، حتى مش لازم نجار بالظبط. هات حد فاهم، هات نجار. بسم الله ما شاء الله الناس دلوقتي كلها فاهمه كل حاجه. فاهمه بتشتري، بتجيبي واحد مثلا حتى بفلوس تقول له تعالى بص لي على الحاجه قبل ما اشتريها. او اي حد، على حاجتك اللي في البيت، ابوكي، اي حد يفهم يجي يشوف يعني، او حتى يشوف الفيديو. بالظبط كده. ده بدل 6000 جنيه عامل 5 بس. 5000 جنيه يا جماعه جديد. شيلات متحركه. مش شيلات متحركه مع ايه؟ بصوا كده اهو لونين. الكوشن بتاعه على كابوتونيه. ده بقى تابلو فوق وتحت. ده قماش تابلو فوق وتحت. حاجه بالصلاه على النبي. ادي بقى نجار، ادي شيخ النجارين، ادي كل النجارين معاكي وتعالي. كلها على سفنج سوفت. هفضل برضه افشح لك السوسك واقول لك سفنج سوفت. كله بيوريكي شكل بس، مش حدش بيفتح لك شغله، محدش بيوريكي ان هو سفنجه، محدش بيوريكي ان هو خشبه. بفضل الله احنا حاجاتنا مميزه، حاجاتنا مميزه بنجار وباي حد يجي يتفرج على حاجتنا. ده النهارده الحاجه ام اسلام بتقول لكم ب6000 بس. ب 6000 بدل 10000 جنيه ب6.5. في كلام. في كلام. اي حد عايز اي حاجه والله اي حد عايز حاجه هديها له ان شاء الله. مش همشي حد من عندنا زعلان باذن الله. وكل الناس بتيجي مرضيه. الخشب الزينه اهو يا باشا. انا عملت لك كل الاذواق، كل اللي بتحلمي بيه موجود اهو. عايزه ايه تاني؟ انت تحلم وانا انفذ. انت عايز ايه في دماغك وانا اجيبهولك اللي انت عايزه كله. ده النهارده الحاجه ام اسلام بتقول لك افرش بيتك وجدده ب4000 احنا في الصيف، الدروس خلصت، حوشي بقى وطلعي ب4000 من مصروف البيت هتعرفي تجددي بيتك. وادي ده كنبه وكرسيين للي عندهم مساحات صغيره وعايزه تفرش. كلها على خشب زين، على قطيفه، لشاليه، لجنينه، لاي حاجه عايزه تحطي فيها حاجه على قد الايد وفي نفس الوقت ماتشينه وفي نفس الوقت حلوه. ده النهارده بقول لك ب3000 جنيه بس. 3000 كنبه وكرسيين مع الترابيزه برضه صوريها كده ب3000 جنيه. طب الصلاه على النبي. بص 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 كده تقعدوا كده تقعدوا قماشه بارزه وحاجه بالصلاه على النبي. ادي كده شكل الكرسي وادي كده شكل الكرسي. يا عم الحاجه دي عند مين؟ يا عم بتدور عليها فين؟ في سوق الجمعه هتلاقيها فين؟ عند الحاجه ام اسلام. طب بكام يا ندى؟ بكام؟ بقول لك ب3.5 بدل 5.